ياه، الوقت بيجري والله يا عبد الله. فعلا. يعني رمضان خلص والعيد الصغير ووصلنا لحظة العيد الكبير. ياه. صوت الخروف بينبح سالخته قبل ما تبخنين. تفتكر هيعدي عليا كده يا عبد الله بالساهل؟ اكيد لا. العيد الكبير يجي كده؟ لا طبعا. امسك الخروف. شكرا. ايه ده؟ لا خد بالك، ده في امكانيات كمان، ده بيمقمع ساعة. طب تمام ماشي. يلا يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين وعيد لحمه سعيد. بالظبط، عيد لا. طب ايه طيب، ده بيوقف مقمقه امتى ده؟ هيسكت دلوقتي، هيسكت. طبعا المشهد اللي احنا شفناه دلوقتي ده بنشوفه لايف بقى في الفيديوهات اللي بتبقى على الفيسبوك والتيك توك وكده. الحقيقه بتبقى من اكتر الفيديوهات المسليه بالنسبه لي، فيديوهات الناس وهي بتجري ورا الخروف ولا ورا البقرة ولا ورا العجل وهو بيجري. لا ايوه. يا لهوي. لا كان في السنه اللي فاتت في العيد كميه فيديوهات فايرالت بالمنظر ده غير طبيعيه. انا شفت كميه ضحك يا جماعه، انا ضحكت الفتره دي خزعبليه بصراحه. هو ده فعلا بيبقى العيد الكبير اكتر، الفايبس بتاعته دايما بتبقى ان انت تشوف خرفان وعجول في الطريق، اليوم الذبح، حتى صلاة العيد برضو. انا مشكلتي بس في العيد الكبير الريحه. الريحه بجد بتبقى صعبه بصراحه بجد فعلا، والدم بقى. وتلاقي بقى الناس يمكن بهجة العيد الكبير في الذبح اللي بعد الصلاة على طول. صح. الناس اللي بتروح تذبح على طول بعد الصلاة صح فعلا. بيبقى ليها روح كده وحاجة تانية بصراحة. حتى صلاة العيد بتاعته بيبقى ليها روح تانية، يعني تحس مثلا انه انا نازل اصلي العيد عشان بعدها الناس هتبتدي تذبح، فبيبقى الموضوع لذيذ بصراحة. هو الموضوع بيبقى حلو جدا لا وبتلاقي في فرحة تانية تجميعة الناس، مثلا انتوا مثلا في عمارة ولا بتاع وناس بتذبح، فتلاقي الناس بتتفرج ده وبتتفرج أيوة. ده وبتتفرج هنا. او لما يبقوا عيلة وكلهم يعني مشتركين مع بعض في الذبح وكده برضو، يعني ممكن مثلا يبقوا يشوفوا بعض من السنة للسنة بس في اليوم ده. دي حاجة. وانا بالنسبة لي بتبسط في العيد الكبير لما بروح عند مثلا البلد، بيبقى الموضوع حلو جدا بصراحة. وعموما دي حاجة شفتها ان الذبح ده ليه ريحة حلوة. هو ملوش ريحة حلوة، مش ريحة حلوة بس هو أجواء، يعني هو حلوة. أجواء العيد الكبير فعلا أو عيد الأضحى يعني. بالظبط، يعني اللي هو ايه، بيبقى ليه روح تانية غير العيد الصغير خالص. وغير مثلا يعني العيد الصغير انت بتكون مخلص رمضان فبعد كده بتطلع على العيد وكحك وشاي بلبن، لا مود مختلف تماما. لكن ده لحمة، عيد لحمة، تصحى الصبح كده تاكل 2 كيلو لحمة على الصبح، فاهم؟ كبدة. كبدة. احنا بناكل كبدة على فكرة الصبح. كبدة فعلا. طب اسألك سؤال يا عبد الله، هل انت في العيد ده بتاخد عيدية ولا لا؟ والله السنة دي الله اعلم، يعني ما اعرفش لسه بصراحة. طبيعي. بس في الطبيعي يعني كنت باخد عيدية. انا كنت ساعات باخد برضو، بس لازم قبلها يقعدوا بقى يهزروا، ده اصلا عيد لحمة. بالظبط. انا هاتولي كيس لحمة. هاتولي كيس لحمة وبيعه، ده انا هبقى سري، ده انا هاخد اكتر من العيدية. كيلو لحمه كده والدنيا هتبقى تمام معايا بصراحه. والله انا لو حد هيسالني دلوقتي تاخد لحمه ولا عاديه هقول له لحمة. صراحه كيلو لحمه 100 يعني. لا وكمان من فايبس العيد كبير ان انت مثلا لما تلاقي الاطفال متجمعين وبيتعلموا يشوفوا ازاي والذبح، ولما الاطفال بقى تشارك في تقطيع اللحمه وتوزيعها، صح بتبقى فايبس تانية خالص وحلوة جدا جدا جدا. لا هو العيد الكبير بيتميز فعلا بحتة الذبح والأجواء بتاعته وتوزيع اللحمة فعلا والنقط دي. وأهم حاجة إن هو مفيش فسيخ ورنجة بصراحة. بحب الفتة واللحمة برضه، ما عنديش مشكلة. متفقين على حاجة يا جماعة، الفتة واللحمة. أيوة ده حوار تاني ده بقى. فتة واللحمة بتاعت العيد الكبير دي في حتة. ايوه صح. انت بتاكلوها اول يوم ولا تاني يوم؟ اول يوم بالليل. ساعات يعني ممكن تاني يوم عادي، بس لازم كده الفتة دي موجودة طول العيد. تمام. بس مثلا فوقت مثلا تبقى اول يوم بالليل، يعني الصبح ده بيبقى كبده. تمام. كبده بالطحينه والعيش وتبقى فظيعه بصراحه. بعد كده تنام وتصحى تاكل بقى الفتة. تمام. وفتة الخل والثوم، يا سلام. انا ريه جري على الفتة والله. والصلصه بتاعتها كده يا سلام. بتحب اللحمه الضاني يا جماعه؟ ايه بتحب اللحمه الضاني؟ على حسب مدى يعني الطعم بتاعها لان في فوات لحمه ضاني بتبقى مش صعبه بالنسبه لي، وفي لحمه ضاني بتبقى كويسه وحلوه جدا. واهم حاجه ما حدش يقول لي ان دي لحمه ضاني. انا بصراحه بحبها. يعني انا مش بحب طعم. تذبح ده. لا بس والله لا، العيد الكبير فرحته
تانية في حته اللحمه بس. والناس مثلا تقعد تذبح طول النهار، تلاقي الذبيحه مثلا متعلقه وبتاع والكلام. لا على فكره بيبقى فيه شقاء بس بيبقى يعني طعمه حلو فعلا يعني. انا فاكر اول مره اكلت فيها كرشه وما اكلتهاش تاني بصراحه كان في العيد الكبير. لا انا عمري ما جربتها بصراحه، وكانت عشان كانت لسه خارجه من عجل فحد كده طبخت على طول بعدها. ايوه وفي ناس بتدوق الكبده برضو وهي نيه، يذبحوا كبده نيه. الكبده نيه دي في ناس عندها عادات كده. الاستاذ احمد العوضي. الاستاذ احمد العوضي. عموما هي الكبده ما ينفعش تتاكل نيه غير وهي طالعه من العجل. ايوه صح، ما ينفعش ان هي تتاكل بعد كده اصلا زي ما بيقولوا يعني لازم تبقى سخنه. يعني سوري في لا بس مش هينفع نقولها يعني. المفروض يكون فيها لسه الحمار اللي فيها ده يعني. بس فلا هي العيد الكبير حاجه ثانيه بصراحه العيد الكبير. والعيد الكبير في مصر يعني لما تروح بره مصر لا مختلف. انت عندك هنا ميزه العيد الكبير في مصر ان الذبائح بتبقى في الشارع. لا انا بحس برضه بصراحه مصر بتتميز بان اي مناسبه فيها لازم تحط جنبها في مصر حاجه تانية بجد يعني. رمضان، عيد صغير، عيد كبير، شم النسيم، ابسط الحاجات على فكره بيبقى بجد في مصر بتبقى حاجه تانية. يمكن ده بيبقى ليها روح تانية، ده سر الشعب المصري يعني فعلا. دي بجد في كده روح تانية تكون موجوده في الناس. حتى الاجانب لما بيجوا مصر في فتره المناسبات دي بيتبسطوا. يعني مثلا عندنا في العيد الصغير مثلا تلاقي مثلا المراكب اللي في النيل ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي ليها فايبس لوحدها. تروح بقى العيد الكبير اللحمه والذبح والناس اللي في العمارات وده والجيران اللي بتوزع على بعض اللحمه والكلام ده كله، دي حاجه تانية. فبيبقى ليه روح كده حلوه يعني فاهم. روح في مصر حاجه بقى. روح مصر حاجه تانية. الحاجات دي على الامه يا جماعه. وطبعا يعني ربنا يكون في عون الجميع دلوقتي ويكون في عون اخواتنا في غزه، دي حاجه مهمه جدا، ربنا يكون معاهم. بس فيعني احتفلوا معانا بالعيد ان شاء الله. ان شاء الله. والعيد الجاي يبقوا هم فاضي احسن من كده بكتير. يا رب ان شاء الله. بس جاهز بكره يا عبد الله؟ جدا. صلي العيد بكره. جاهز جدا. الفجر. لا ما انا هيكون عندي شغل، انزل اصلي العيد واطلع اكمل شغلي تاني. لا انا اصلي عادي. فالحمد لله. ولا ده انا جاهز للكبده بتاعت العيد دي، بيبقى ليها طعم. بكره هتاكلها ما تقلقش. حد يجيب لي طبق كبده دلوقتي؟ طيب ايه تاني؟ قولوا لنا هتذبحوا اول يوم ولا تاني يوم ولا تالت يوم؟ دي حاجه دي ويعني حاولوا كده تفاعلوا معانا في الكومنتس، تقولوا لنا تعملوا ايه في العيد. يعني ايه الحاجات يعني مثلا احنا دي الحاجات الطبيعيه اللي بتحصل في العيد. ايه الحاجات بقى غير الطبيعيه اللي انتوا بتعملوها في العيد بالظبط اللي ممكن تكون بتميزكم انتوا؟ بالظبط يعني دي حاجه مهمه جدا. كومنتس كده عايزها تكون الكومنتس حلوه كده نقعد نقرا فيها ونطلع منها توبكس حلوه ونقعد. والله ممكن نعمل فكره ان احنا نقرا الكومنتس بتاعت الناس. يا ريت هم يكتبوا الكومنتس بس احنا نقراها على طول. بجد والله. بس فما تنسوش تعملوا لايك، شير، سبسكرايب، وتعملوا لنا فولو على الانستجرام. ايوه حاجه مهمه. والخروف الحلو ده تمام. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين وعيد لحمه سعيد. وهنستنى بكره نشوف الذبايح. بالظبط. بيمأمن من ايه؟ بتمأمأ. استنى يا عم استنى اهو. يلا باي باي.